اقول انت بس عامل كده حاطط شماعه. يعني انا عشان مريض بتتريق عليا يا جماعه، زوروني عشان انا رقبتي بس بايظه، فتلاقوا في حركات روبوتيه كده. انت خربتها. جبت سيمينيو والله من وقت ما جابه عمل اسيست بس في جوله، صح؟ واخد انذار يعني في الموضوع. ايوه، يعني اللي هو ما عملش اي حاجه وضيع بلانتي الماتش اللي فات. جبت 2 من دفاع ارسنال، لاول مره ارسنال يقبل جونين بقاله 13 سنه. بعت جواو بيدرو جولتين ورا بعض بيتالق. انت عايز مننا ايه؟ انت 700,000 بجد؟ والله ما انا بقولك كنت نهار 400,000 أسود. كمان يعني. يا ده حاجه نهار حزن. اسود. فين انت كام؟ لا بلاش بقى، ما نتطرقش للموضوع ده. هتلاقيك 1.5 مليون ولا حاجه. ايه ده؟ ده بالظبط. والله اه والله شكلك مراقبني في الصدق. انا قلت من كذا جوله ان انا بدات انهار تنهار ايه يا ابني؟ انت 400,000 كنت بقيت 700,000 قصدي. ما هو ده بالنسبه لي انهيار يعني. اه فقلت لك ان كل جوله هبتكر حاجه، يعني لازم ادخل بحاجه ديفرنشال. فالجوله دي لعبت فيها، جبت 49 نقطه، جبت ساكا وجبت مبيومو وبيكفورد. كانت جوله مربحه الا ماتيتا. ماتيتا عايز مني ايه طيب؟ انا الجوله اللي فاتت للاسف اتعمل معايا الغلط كله. يعني فرقتين انا عارف ان هم يعملوا كلين شيت. اللي هم ارسنال لا اللي هم يعني ارسنال، يعني انا كده كده كنت بصراحه، يعني انا كنت واثق ان احنا نعمل كلين شيت عادي، ولكن ده ما حصلش. وفرقتين كمان حتى احنا كنا قلنا الحلقه اللي فاتت تشيلسي وكريستال بالاس. ده حقيقي. يعني احنا قلناها كده وايفرتون وقلنا ايفرتون بس انا بكلمك على ايه اللي عندي منهم يعني. فانا عندي ريس جيمس وعندي جيه، فخلاص يعني الموضوع واضح. واللي مضايقني ايه بقى، ان انا اقسم بالله طول ماتش تشيلسي قاعد بتفرج. ما راحش عليهم ولا كوره. لا مش كده ما كده كده مش هيروح عليهم. ولفرهامبتون بتعرف تلعب كوره اصلا. مش دي المشكله. انا قمت بس اعمل حاجه، سمعت المعلق هو قاعد يعمل كده، فجاي جري ببص لقيت جوستو. اتشليت بقى. تشكيلتنا كابتن يوسف اللي عرضناها للناس الجوله اللي فاتت جابت 47 نقطه، ولكن احقاقا للحق احنا كنا ملاعبين جيهي مدافع. قول لو كان لعب كان جاب له 8 نقط ولا حاجه، ولكن لما ما لعبش نزل مكانه تياجو من برينتفورد جاب 13 نقطه، فتوتال جابت 47 بوينت. اعتقد تشكيله الخبراء الفانتزي هتلاقي جايبه 3.5 ولا حاجه. تعالى كابتن يوسف نعمل ريكاب سريع على الجولات اللي فاتت، طلع منها ما نبني عليه للجولات القادمه. عندك 5 فرق يا كابتن يوسف، كل فرقه على الاقل استقبلت 20 جون او زياده. وولفز استقبلت 25 وما عملتش ولا كلين شيت. نوتنجهام استقبلت 20 عملت كلين شيت 1. ويست هام استقبلت 23 جون وعملت كلين شيت 1. ليدز استقبلت 20 جون وعملت 2 كلين شيت. وبيرنلي استقبلت 22 جون وعملت 2 كلين شيت. طب دي لوحه شرف يعني ولا انت بتقولها لنا ليه؟ بقول لك بص دي ان احنا ناخد من الارقام دي ما يرشدنا لطريقنا لبناء الفرقه. كبرت الموضوع قوي على الفانتزي. انت راجل عايز تجيب نقط، فعندك ال6 فرق دول تبعد عن مدافعينهم وتركز على مهاجمين الفرق اللي تلعبهم. فهمت علي؟ مين الفرق بقى اللي دفاعها قوي؟ طبعا ارسنال قبل الماتش اللي فات كان مستقبل 3 جوان، ولكن مع الجوله اللي فاتت بقى مستقبل 5. السيتي اللي عمال بعافر ونادي يا ناس ياهو، السيتي دفاعها قوي مستقبل 8 جوان من اول الموسم يا راجل يا مضلل. يعني ايه من ساعه ما دوناروما جاي الصراحه. أيوة. وانا خلاص كنت عامل الفري هيت، فالجوله الجايه فريتي هتتشقلب وهيرجع لي جوبن دياش حبيبي. واسيب لكم انتوا دفاع ارسنال ده بقى ابعد عنه. اشبعوا بيه. كريستال بالاس اللي بعدهم استقبلوا 9 جوان. ياتي بعدهم ساندرلاند وتوتنهام واستون فيلا بنفس الرصيد 10 جوان استقبلوهم، ولكن المنطقي في الثلاثه دول هم ساندرلاند توتنهام استون فيلا. بصراحه انا مش عارف ازاي هم عاملين الاحصائيه دي، لان هم يعني كذب يعني ولا ايه؟ طبعا يا كابتن يوسف، سواء الفرق اللي احنا هنعتمد على دفاعها او الفرق اللي احنا هنعتمد على الهجوم ضدها، ده طبعا هيبقى متوقف على الجدول، وده هنجيله قدام شويه ان شاء الله. بالنسبه للهجوم فعندك 5 فرق هجومهم ممتاز. السيتي في المركز الاول، يلي تشيلسي، ثم ارسنال، ثم اليونايتد، ثم توتنهام. بصراحه الفوارق بسيطه جدا، يعني الفوارق مش كبيره ما بين عدد الاهداف المسجله، ولكن عشان برضو انت بتحب النقطه دي ودايما انت ضد الاحصائيات شويه، فالاحصائيات دي عندك حق ان احنا ما ناخدهاش مسلم بيها يعني. طب ليه بقى؟ على سبيل المثال يا كابتن يوسف، عشان نثبت الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، ليفربول مثلا في اول 5 ماتشات حققوا العلامه الكامله، كانوا مكسرين الدنيا، اقوى هجوم في الدوري، بيكسبوا كل الماتشات. فده من منظور اللي بيبص على الارقام بس، هيلاقي اوف 5 ماتشات ب 15 بونت، اقوى خط هجوم مش عارف ايه. واحد بقى بيتفرج على الماتش او واحد متابع للاحصائيات اللي هي الاكس جي والكلام ده، هيشوف ان مستحيل ليفربول تكمل على الوضع ده، لان الاداء في الملعب وصناعه الفرص ما كانتش بتوحي بالنتائج اللي هو بيعملها. فالكلام ده ينطبق على مين من اللي احنا قلناهم؟ على فرقه زي توتنهام.
توتنهام احنا فضلنا كتير جدا كل جوله نطلع نقول توتنهام ما بيعرفوش يهاجموا، توتنهام ما بيعرفوش يهاجموا، وده فعلا باين من الاكس جي بتاعهم مقابل الاهداف اللي حققوها. توتنهام جايبه لحد دلوقتي 19 جون، فلو بصيت على الاكس جي بتاعهم هتلاقيه 11 بس، الفرق كبير جدا، فرق 8 تجوان. فده لو دل على شيء فيدل على ان مستوى توتنهام لو فضلوا مكملين بنفس الطريقه في صناعه الفرص مش هيحققوا اجوان، فبالتالي احنا نبعد عن المهاجمين بتوعهم لحد ما الاكس جي بتاعهم يا يعلى يا يتقابل مع عدد الاهداف اللي هم محققين. اقول لك معلومه لذيذه، اتفضل. هو مش هيعلى، وتوتنهام مش منتظره تعمل حاجه اكتر من اللي بتعمله حاليا في الماتشات الكبيره. مش هقول لك رخم على الفرق، ولكن يعني ما تخسرش، حاول ما تخسرش، بس الفرق الصغيره تقدر تجمع منها شويه نقط، ولا تنافس لي على الدوري ولا تنافس لي على دوري الابطال. خليك بس كده ايه في السيتويشن، الحته الصغيره اللي انت بتلعب فيها دي. فانا شايف ان توتنهام هتفضل كده، وما اعتقدش ان الاكس جي بتاعها هيتغير. على العكس بقى تماما، احنا قلنا ان الاحصائيات او التحليلات لازم تبقى تفصيليه شويه. يعني كريستال بالاس جابت 14 جون، تفسر لي هم جابوا 14 جون من اصل كام جون المفروض كانوا يجيبوه. الاكس جي بتاعهم كان 19 جون، حققوا منهم 14. اتكلمنا عن كريستال بالاس الجولات اللي فاتت وقلنا ان هم بيخلقوا فرص كتيره جدا، وهتيجي عند نقطه معينه الاثنين هيتساووا مع بعض. فاعتقد ان كريستال بالاس على عكس توتنهام لا، هي لسه لها اجوان كتير جدا تترجمها يعني عشان توصل الاثنين زي بعض. من الفرقه يا كابتن يوسف اللي اتحسنت كتير جدا عن بدايه الموسم اللي كانت بدايه سيئه، فرقه زي استون فيلا. انا بتكلم من حيث النتائج مش من حيث الاداء. من حيث النتائج فرقه زي استون فيلا اتحسنت جدا. خد بالك يا فوق ليفربول ومانشستر يونايتد دلوقتي في الترتيب. استون فيلا من وسط الدفاعات الكويسه، كمان مع الفوقه دي جدولهم حلو الفتره اللي جايه، فممكن نتكلم عن بعض العناصر فيهم، ولكن مش هيزيد عن عنصر واحد نقدر نعتمد عليه من الفرق. من الفرق تانية اللي اتحسنت هي مانشستر يونايتد، اتحسنت كتير جدا وخصوصا في الشق الهجومي. الشق الدفاعي ده احنا اصلا مش هنناقشه، وجدولهم متوسط وهيتحسن. بس انا هقول لك حاجه على مانشستر. اتفرجت على ماتش اتفرجت عليه كله طبعا. بجد ليه بيلعب اللعيبه غير اماكنها؟ بجد والله انا عندي سؤال بسيط جدا. هو عنده مشكله مع عماد ديالو ودييجو دالو ومزراوي، يعني ما ممكن يقلبهم عادي، بس هو تقريبا الله اعلم يعني هو عايز الوينج باك لما يزيد يبقى ار دبليو، يبقى يكسر ويحط عادي. لا انا بصراحه وعماد ديالو خد بالك فادو كتير. انا بصراحه مش مصدق ان هو عنده كل اللعيبه دي ومصر ان هو يلعب كل اللعيبه دي مش في مكانها، ومش فاهم انت عايز توصل ايه. يعني مانشستر عايز توصل لايه؟ دي نقطه برضو يعني ايه، حطها في الحسبان كده، ان انت هتتجن شويه لحد ما تجيب اللعيب اللي بيجيب نقط. مانشستر سيتي اللي اتحسنت كتير جدا من كل النواحي بصراحه، افتكسوهم الماتش اللي فات. بس انا من وجهه نظري ويعني ايه، وده هتبقى عكس التيار والله العظيم، انا مش يعني عارف انت اللي هو خالف تعرف. مش خالف تعرف اقسم بالله، ولكن انا شايف ان مانشستر يونايتد كانت قويه جدا الماتش اللي فات. مانشستر سيتي قصدي مانشستر سيتي كانت قويه جدا الماتش اللي فات بسبب ضعف ليفربول المبالغ فيه. ليفربول كانت ضعيفه بشكل، ما فيش شخصيه، ما فيش لعيب عارف انت اللي هو بيلعب على رجلهم خالص، ما فيش خالص غير سوبوسلاي وفيرتس. بجد والله العظيم انا بقى يعني اتفرجت على الماتش اللي فات ده بكل حياديه، تجنبت بقى كل الهزار والضحك ومش عارف ايه. بجد فيرتس ضعيف جدا 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 ومش لاقي نفسه، واعتقد بنسبه تتعدى 70% ان المدرب هو اللي ظلمه مش هو اللي امكانياته ضعيفه. اصل لما تيجي تقول لي ان الفرقه كلها مش واقفه على رجلها، فرقه لسه اخده الدوري، ايوه كل الحاجات دي، يبقى اكيد اللعيب المدرب. متفق معاك ان السيتي فعلا كانت قويه جدا وكانت شرسه جدا والليفر كانت ضعيفه، بس السيتي اغلب الموسم انا بتفرج عليهم بجد هم شرسين جدا في بعض الماتشات. ماشي انا معاك يعني. انا معاك، بس انا قصدي ان السيتي مش هو السيتي بتاع السنين اللي فاتت اللي هو يخوف ده، بس اخد شخصيه هالاند بجد والله. انا عندي رايي ان الفرقه مش الفرقه بتاعت السنين اللي فاتت، بس لكن هي كويسه واتحسنت عن السنه اللي فاتت بكتير. ودوكو مستوى خرافي بصراحه. يعني لو كمل عن المستوى ده، يعني انت عندك في الفرديات دوكو رهيب، عندك في الهجوم هالاند، فلازم الفرقه تكون فايقه مع الولا اورايلي برضو. الواد اورايلي تحس انه شبه هالاند جامد قوي. لا صح، يعني لما هات وشه كده تحس ان هو شبه هالاند، بس انت ما عندكش دليل. بما اننا تطرقنا للجدول يا كابتن يوسف خلاص، فانت قول لنا مين الفرق اللي نركز على لعيبتها بعد التوقف. زي ما قلنا قبل الجوله اللي فاتت، ما تستعجلش على تبديلتك بالذات من السيتي او من الليفر. يعني مش ان انت تجيب حد، لا ان انت تمشي حد منهم وتشيلسي، لان الجدول بعد التوقف الدولي هيتقلب في صالحهم. الليفر والسيتي وتشيلسي اول 3 هيبقى جدولهم الى حد ما كويس جدا الفتره اللي جايه، معاهم استون فيلا وطبعا كريستال بالاس اللي مكمله معانا. الفيديو ده طبعا يا كابتن خالد احنا بنتكلم عن اللي حصل الجولات اللي فاتت،
ولكن لو عايز تعرف احنا هنعمل ايه الجولات اللي جايه ومقترح طبعا الوايلد كارد والفري هيت، استنى الفيديو اللي جاي. كده يا كابتن يوسف نكون غطينا الفرق كلها من حيث بقى الجدول والدفاع والهجوم وكل حاجه. نتكلم شويه عن اللعيبه واللي عملوه الجولات اللي فاتت، ونطلع منها زي ما اتفقنا الانسايتس اللي نبني عليها للجولات الجايه. دول اعلى حراس مرمى حققوا نقط لحد دلوقتي. طبعا يا كابتن يوسف بجانب دوبرافكا اللي ب 4 مليون اللي عندنا كلنا عشان الميزانيه بس مش اكتر، ممكن نعتمد على واحد بس من الحراس دي، وده هيكون على اساس ايه؟ كذا عامل. اولا الجدول، ثانيا المدافعين اللي عندي، انا معتمد على مدافعين من مين، والجون بيجي اخر حاجه لان الجون السنه دي مش مهم قوي في الفانتزي زي المدافعين. فانا برجح دايما ان الجول كيبر يكون رخيص وعكس المدافعين المهمين. يعني انا دايما اعتمادي على مدافعين ارسنال وكريستال بالاس، اخليني في روفس مثلا من ساندرلاند. نفس الكلام طبعا هنتكلم عن المدافعين. اعلى مدافعين طبعا هنلاقيهم من فرقه ارسنال، ولكن الجولات اللي جايه ممكن جدول ارسنال يصعب شويه، تبدا الفرق يعني تفكر ايه ده احنا ممكن نقدر نجيب اجوان في ارسنال. فممكن الجولات اللي جايه السيتي وليفر يطلعوا مكان ارسنال شويه، وارسنال ممكن يا اما تثبت يا اما تنزل تحتهم. طبعا معانا كريستال بالاس، معانا جيهي، معانا مونوز، معانا شالوبا طبعا وكين، ولكن دول مش مقياس لاي حاجه لان شالوبا اصلا ممكن يقعد دكه في بعض الماتشات. وكين طبعا ايفرتون مش ما عادتش هي الفرقه الصلبه دفاعيا، يعني هتلاقيها جابهم في جولتين. الجوله اللي فاتت بس جايب 15 نقطه. فده مش مؤشر لاي حاجه يعني. ولكن زي ما اتكلمنا عن السيتي والليفر وارسنال. هعلق تعليق بسيط خالص عن اللي انت قلته، وممكن تبقى حته عاطفيه شويه برضو. ولكن انا شايف بشكل ارسنال الدفاع الحالي قدام فرق زي توتنهام وتشيلسي، اعتقد ان الكلين شيت هيكون اسهل من ماتش زي ماتش ساندرلاند، لان توتنهام ما بتعرفش تهاجم خالص. فما اعتقدش قدام ارسنال هيقدروا يشكلوا خطوره بصراحه من وجهه نظري، ولانهم ماتشين صعبين. فانا برجح انك ما تغامرش، بمعنى خليك مع جابرييل، هو اصلا بيحب يجيب اجوان في الفرق دي. ومنها لو عمل كلين شيت فانت اخدت الكلين شيت، ولو الكلين شيت ما ضاعش ما تلبسش في 2-3. دول يا كابتن يوسف الاعلى لعيبه في نص الملعب، وده يوضح قد ايه نص الملعب السنه دي نقطه قليله وضعيف جدا فانتازيا. وكل او اغلب النقط اللي بتتجاب سواء من هالاند في الهجوم وتياجو او من المدافعين. عندنا اللي اعتقد ان هم ممكن يكملوا من دول اللي تعتمد عليهم، يعني هم سيمينيو وديكلان رايس وبيدرو نيتو ومبيوم. واعتقد ان الفتره الجايه هيطلع لعيبه مختلفه تماما هي اللي هتبقى بتحقق نقط عكس اللعيبه اللي موجوده دي خالص. ساكا عامه في منتهى الخطوره. ساكا، تروسارد برضه، في كمان دوكو من مانشستر سيتي هيكون من الخيارات الممتازه جدا في نص الملعب الفتره الجايه بجوار فودن. المهاجمين يا كابتن يوسف، دول المهاجمين طبعا اول 4 هم اهم 4، واعتقد ما فيش تشكيله بتخلو من هالاند وماتيتا مثلا، زايد عليهم جواو بيدرو او زايد عليهم تياجو. يعني ما الدنيا قريبه قوي في المهاجمين، ما فيهاش حاجات اختيارات صعبه يعني. ده كان ملخص للي حصل الجولات اللي فاتت كلها. يا رب تكون قدرنا نفيدكم باي حاجه من اللي قلناه، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله، ويا رب تجيبوا نقط كتير. السلام عليكم.